اهلا حسين. كريم. كريم. كريم حسين من أدنى اهلا يا كريم، تفضل يا كريم. اهلا حضرتك. اولا انا مش هضيف على اي كلام زياده عن اللي اخويا عاصم قاله. نعم. بس اهم حاجه عشان الناس بكره بتتساءل هنعمل ايه بكره في عيد ميلاد الرئيس. بكره عيد ميلاده. ها الترتيبات كالتالي. احنا بكره ان شاء الله من الساعه 4 قدام مسبيرو كلنا واقفين جايبين الشموع وجايبين تورته كبيره، واحنا راح نحتفل فيه. واحنا حنحتفل هنا. كريم احنا راح نحتفل فيه باكر، نحط لنا الكيكه. انا اجيب الكيكه، انا بجيب الكيكه، انا اسويها. ويوم الجمعه الوقفه الرسميه بتاعتنا الكبيره اللي هي جمعه اطلاق سراح الرئيس مبارك. كلنا هننزل ان شاء الله نقول لا لمحاكمه الرئيس، لا اهانته في مرضه. انا هقول لحضرتك موقف يا فندم. احنا كنا عاملين وقفه ومظاهره قدام وزاره التربيه والتعليم اعتراضا على حذف اسم الرئيس من التاريخ. كويس. المهم الوزير حذفوه من التاريخ. هقول لحضرتك ده انا هقول لكم مهزله كوميديه دلوقتي. المهم الوزير لما وقفنا كتير واحتشدنا هناك، ده هتلر ما زال اسمه موجود ومخلد في كل التاريخ سواء كان كويس او مش كويس. هقول لكم نكته كوميديه. طلعنا فوق يا فندم مع الوزير في اجتماع فوق. تخيل الوزير يقول لي ايه؟ الوزير بيقول لي المستشار هو اللي عارف شغله وهو اللي شال اسمه من التاريخ. بقول له طب حضرتك يا فندم المستشار ده شاله بناء عن ايه؟ بيقول له هو عارف شغله، انا ماليش دعوه. وعموما انتوا جايين لي اقليه اصلا وما تكونش رايي. هذا كلام وزير. في الاخر نعمل استفتاء على حذف اسم الرئيس. قلت له يا ريس يا سياده الوزير هو التاريخ في استفتاء اذا كان الرئيس ولا لا؟ ما في استفتاء. يمسح يا قالوا اسمه من على محطه المترو بتاعته. يا فندم بيقول لي بكل بجاحه هنعمل استفتاء على شيل اسمه من المنهج. قلت له يا فندم هو التاريخ في استفتاء ان هو يتشال ولا ما يتشالش؟ لا ما فيهوش. يا كريم لا تشرع الوزير، لان الوزير هذا مختار اوائل. لا بس احنا يعني انا جدا يعني اسمح لي استاذ كريم يعني تفضل للشعب المصري. نعم ان شاء الله احنا بكره واقفين من الساعه 4 قدام مسبيرو نحتفل بعيد ميلاد الرئيس ونوجه رساله العالم كله ان لسه واقفين ورا الرئيس. يوم الجمعه ان شاء الله جمعه اطلاق سراح الرئيس حسني مبارك وعدم اهانته ان شاء الله. يوم 19 هو يوم الوفاء لحفيد السيد الرئيس محمد حسني مبارك. 19/5 ان شاء الله حفيده مات 19/5. نعم. كلنا عند القبر بتاع حفيد الرئيس ونعمل المراسم اللي كان الرئيس بيعملها كل سنه. احنا ناس محترمه واحب دلوقتي اشكر استاذه فجر السعيد جمالها على راسنا من فوق. الكويت كلها على راسنا من فوق. احب اشكر كل اخواتي اللي بيقفوا كل يوم في مسبيرو وبيتهانوا وبيتحملوا. احب اشكر المواطنين الشرفاء اللي بينزلوا كل يوم مسبيرو وبيتحملوا الاهانه وبيتحملوا الضرب. احنا بنتعذب كل يوم في مسبيرو وبنتهان. معلش تحملوا معلش تحملوا. الله يكرمكم ان شاء الله وانتظرونا بكره ويوم الجمعه. يستاهل الرئيس يا كريم، يستاهل حسني مبارك. وبكره راح تشوفوا الكيكه راح نحتفل احنا معاكم بعيد ميلاده ان شاء الله واحنا حنرتب. شكرا يا كريم. مشكور يا كريم.